فيها عين السعيد وأرض سوداء وحجر أسود. هاي بضاعة قديمة ولا حديثة؟ قديمة. يعني 400 سنة. وين كنت؟ والله كنت بالزيتون. هلا شو جاي تعمل هون؟ عم كشدة والله، وجيت الشباب صيحوا لي بدي أشرب مي منهم. ايش تختلف ميتها عن ميت غيرها من النبوعة؟ ولا في أطيب من ميتها. أطيب من ميتها تركيش. خال عين السوداء ليش سموها عين السوداء؟ لأن حجارة سود ومن الميت اللي فيها حلوة وكتير زاد سماها عين السوداء، وأكثر من هيك ما أعرف. ميتها صحية ولا شلون؟ ميتها الحمد لله كويسة وصحية وذهب. لا عم تعبوا منها ولا كيف؟ عم نعبي منها وشوي، وهاي ميتها كوها على الشاهي. العادات والتقاليد سابقا أحلى ولا هلا؟ ها؟ كان في سابقا محبة أكثر ولا هلا؟ لا والله. تنبع من أحجار بركانية سوداء، على موجب البركان عم تطلع منه المي يسموها عين السوداء، وهذا اللي نعرفه. الله يكثر خيركم ويعطيكم العافية يا أستاذ. شباب بقدم مومو هون. البيوت اي والله كان صعب الشغل؟ صعب كان. هلا احسن ولا اول؟ لا اول والله اول. ليش؟ ما اعرف، اول اكوس. الناس تحب بعضها؟ اي والله كان في محبة والله لحد ما حد يطيق حد. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. بما أن هي أرض بركانية سميت لهذا الاسم حجارة سود، ترابة سود، سموها هذا الاسم. هلا قديما كان يسمونها عين أرض دهران قديم، صار عين شرق الضيعة، والنبع تقريبا ميتة تعطيل السواء سموها عين سود. الضيعة قديمة أو حديثة لأي عهد بتعود إذا عندك معلومات؟ يعني أساس الضيعة يعود حوالي شيء 300 سنة، من حوالي 300 سنة تقريبا. الله يعطيك العافية. وبيها نبع نشرب منها. هلا جايبة مي من النبع؟ اي والله. يعني الميتة طيبة؟ اقضوها. يعني أطيب من غيرها؟ اقضوها. هاتي. ما وقت تاخذيها راح أخذي أنا. الله يبارك لك ما زعل. الله يطولنا بعمرك. والله يا اخي احجارها سود، والله بارك لنا بهالنبعه هالعين، كرمال العين وكرمال الحجر الاسود سمت عين السوداء. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم. فيها نبع وحجارة سود من هالامور. الله يعطيك العافية. هذا ليس مو هذا الاسم. والله عين السوداء نسبة لعين موجودة فيها، وطبعا حجارة كلها سود، هذا اللي نعرفه يعني. الضيعة قديمة ولا حديثة؟ والله قديمة 50 100 سنة 500 سنة ما بعرف. احنا اللي نعرفه القديمين يحكونا انه هيك هالاسم. عين السوداء ليش سموها هالاسم؟ والله سموها لانها بها عين واصلها يعني حجار سود، بها حجار سود، هاي سموها عين السوداء، فيها عين الحمد لله من الله، من يوم اللي وعينا على الدنيا نعرف العين موجوده. والله في نبعة حجارة حجر الأسود.
سميت عين السوداء نسبة للحجارة السود والنبعة اللي موجودة فيها اللي خارجة من قلب الصخر الأسود، وفيها مياه كبريتية أيضا، ومياهها هي مياه صحية. نعم. قلت لي حلال المي مرة طلعت المي مياه صحية كبريتية. نعم. الضيعة حديثي أم قديمي؟ الضيعة قديمة، عمرها الزمني حوالي 400 سنة، هاي أجدادنا اللي بيوعوها ضبط. نعم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. ونبعتها طالعة من الحجر الأسود، الأرض السوداء. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. عين السوداء ليس عين السوداء سموها بالاسم اشتباها بنبع حوالي حجر سود. فيها النبعة وحجار سود سموها عين السوداء. في قصر المية بالضيعة نبع، والأحجار حواليه كلها سود، سموها عين السوداء بالنسبة للأحجار السوداء. الله يعطيك العافية. فيها عين من ضمن وزن لكن الجسر كان مو محل الحجر هذيك، مثل ما الكربونيك في كبر طلع فرشيك نزل الحجر اللي بنص الراس نزل أنا بعمار وحوالي النبع الماي كل حجارتها سود، فسموها عين وحجارها سود سموها عين السوداء. نبع ماي. من فوق اجلاس السوا عسروها على السوزة هاي، حتى يمكن لك ان صاحبين الارض يجين رادين وجعتهم.